السلام عليكم. نحن الآن في أجواء العيد في الشرم السافل، في السوق الذي يتواجد العديد من الناس. هنا في الشرم السافل مديرية عتمة ألقينا العديد من المقابلات مع الكبير سنا والصغير سنا، ورأينا تعليقاتهم وآرائهم عن هذا العيد لهذا العام. كان معنا المصور عبد العليم السالمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش سوى هذه الأيام؟ والله ندخل السوق ونبصر الأعياد ونبصر الهدار كله هذا طيب كيف تشوف أجواء العيد في هذا زماننا أو في زمانكم؟ والله في هذا زماننا أجواء العيد باطلة. زمان كان عيد وكان بو فرحة وكان بو نفس وراحة وكان كل شيء موجود. كان هذيك الأيام أيام فرحة وأيام سرور، وهذه الأيام عكس ما كان عليها سابقا، لأنه هذا الوقت اختلف، ما عادش مثل ما كان زمان. زمان كان راحة ونفس، الحين احنا في وضع متعب. وتعال نبقي مسيرتنا لهذا اليوم. معنا الأخ ريدان في السن العشرينات، نقوم سلو عن أجواء العيد لهذا العام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف شعورك في أجواء العيد لهذه السنة؟ والله الوضع تحت الزفت يعني، والشعور سيء جدا. ما هو السبب أنه الشعور عكس ما تشعره عن سابقا؟ يعني الظروف المادية والوضع وأوضاع الحروب وإلى غير ذلك، وهناك الكثير. وهذا السبب الذي يجعل شعور العيد عكس شعور الأعياد الأخرى. أكيد. وكل ما جت من سنة كل ما يعني ازداد سوء الوضع إلى الأسوأ. كل يوم يعني، ليس كل سنة، كل يوم يعني، كلما يمر من يوم يزداد سوءا. هل تلاحظ الآن الأطفال يلعبون ويمرحون في هذا اليوم؟ يعني بعض الأطفال يعني لم يحسوا بمعاناة ما يعني الكثير يعني من الكبار وغير ذلك. صحيح أن الصغار هم لا فرحتهم يومهم ولا يشعرون بما هو مشقة على الكبار، وهذا هو وضعنا الحالي. عليكم ورحمة الله. كيف أجواء العيد معك لهذا العام؟ أجواء راحة تمام الحمد لله، بس ناقص المطر بس. ناقص المطر بس. ولا الدنيا فارحة الدنيا مليحة وقوة القوة والدراهم موجودة ومان. مطر ما في. ومطر ما بش والطباع ضايعة. طيب هل تلاحظ أجواء العيد لهذا العام أو زمانكم عندما كنت صغير؟ ما هو الفرق؟ زماننا كانت الفرحة موجودة من داخل القلب، ماذا حلقة معتمة. فرق كبير. فرق كبير. فرق كبير، لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم بعت من صباح الصبح إلى الآن؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف تشوف فرحة الأطفال في هذا اليوم؟ قوة بس. قوة القوة. قوة القوة. كما تشاهدوا الآن فرحة الأطفال في هذا اليوم، وكذلك تسمعون القنابل وكذلك القريحات وكذلك الألعاب النارية في هذا اليوم في أجواء العيد لهذا اليوم. وهنا معنا كرام، ماذا تأكل؟ سكري. طيب جت بزلك يا أخي قريح نفسهم تفرح. ها؟ كيف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعيد مبارك. علينا وعليه. كل سنة وأنت طيب. على الجميع. حاج وحريو. إن شاء الله حجاج وحرسة إن شاء الله. حاج ولا حريو؟ اختار واحدة. حاج. طيب كيف تشوف أجواء العيد لهذه السنة؟ والله أجواء جميلة، بس بدون المطر في ضيق شوية. صح في ضيق، وإنما المطر وجعلنا من الماء كل شيء حيا. طيب كيف تشاهد فرحة الأسرة لهذا العيد؟ هل قاموا بشراء العديد من الجعالة العيد أم لا؟ بالنسبة من السنة السابقة. النسبة والله ضعيفة قليل شوية عن السنة الماضية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تشوف أجواء العيد لهذا العام؟ لا فرحة ولا شيء، ولا يقدر اللي باقي قط وهزن. ليش؟ لأنه ما باقيش فرحة. يعني الفرحة العيد لهذه الأيام انتهت ولا كيف؟ ما بلا لقت، ما باقيش فرحة العيد، ما فرحة لا لقت. مع فرحة لا لقات، وكأنه أيام من جيز الأيام. كأنه أيام من جيز الأيام. السلام عليكم متابعينا الكرام، نحن هنا عند أكبر تاجر داخل الشرم السافل. كيف تشاهد أجواء العيد لهذا العام؟ في هذا العام يعني والله أجواء هذا العيد يعني كله تحت الصفر. يعني ما هو من عيد يعني على العيد يعني رمضان تحت، وعلى السنة الأولى أبعد منها يعني بألف يعني بمجال كبير. يعني بما نفهمه من كلامك انه كل ما جت من سنه كل ما ابطأنا فيه ظروفنا يعني تحت الصفر. طيب المواطن يعني مصفر، يعني ما بش سيوله، ما بش حركه، ما بش
الحركه اللي يعني دي كانت ما بش. كيف تلاحظ المواطنين؟ هل قاموا بشراء جعالة العيد ام كسوة العيد ام؟ تفضل يا اخي بث الكاميرا لا عندنا. والله صور. هي الجعاله هذه فرشناها قبل اسبوع، يعني هذه تخيلها قبل اسبوع، هذه كلها المحل حقنا هو ذا يعني كل شيء فيه، يعني الملابس كل شيء، يعني الجعاله يعني بشكل كامل. الطمش يعني حق الجهال كان معنا طمش يعني ننزل ب 50 ب 100,000 ب 300,000، اليوم نقزع ب 50,000 ما بيمشي، ب 50,000 ريال ما بيمشي والله. ال50 يعني عيد عرفه هو عيد كبير، يعني عيد المسلمين، العيد الاضحى الكبير، بس ما بش الذي تكون فيه الشراء والبيع بشكل فظيع. البيع الضخوخ يعني يعني الخرج للمواطن يعني، بس اصبح ما بش المواطن يعني ماشي يعني هالك يعني الى ابعد حدود. وهذا هو وضعنا في يمننا السعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف انت اخبارك؟ نحمد الله على كل حال. عساك ان شاء الله طيب. وانت طيب ان شاء الله. طيب كيف تلاحظ اجواء العيد لهذه السنة؟ اجواء اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد على كل حال، بمعنى انه اصبحنا في وضع سيء، حالة سيئة يعني من حرب، من حصار، من مقاومة اسرائيل وغزة وكذا وكذا، بس الوضع اللهم له الحمد. يقول واحد اللهم له الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد. اشاهد بضاعتك ان هذه لا نقصت ولا يعني على عرضتها، ايش سبب؟ اللهم من الاوضاع راغدة، ما بش سيولة ضايعة. يعني المواطن اصبح لا يشتري الا ما هو الضروري عليه. ما هي القوت الضروري، ما يشتريش حاجة من فوق الضروري الا القوت الضروري عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انت يا عم؟ الحمد لله. ما شاء الله مضيت العديد من السنوات. ما شاء الله. الحمد لله. نريد نسألك عن أجواء هذه الأيام في الأعياد، كيف كانت؟ كانت تمام. الحين تمام. من حيث إيش؟ ها؟ من حيث إيش كانت هذه الأيام؟ لا هكذا فرحة المواطن ايوه، والفلوس متواجدة معه كل شيء متواجد الحمد لله. طيب أما أعيادنا في هذه السنة كيف أصبحنا؟ اصبحنا ما لناش الحمد لله، مرتاحين. اللهم له الحمد. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت أخبارك؟ أخبار خير إن شاء الله. وعيد مبارك على الجميع إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب وحاج وحريم. جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. كيف تلاحظ أجواء العيد لهذا العام؟ والله أجواء العيد الخير وبركة إن شاء الله، والله يغيثنا بالمطر إن شاء الله. الله يعني الله هذا ما كسبت أيدي الناس، اللي لو استقاموا على الطريقة قال الله عز وجل لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما نغدق. الناس يستقيموا ويرجعوا إلى الله والله يغيثنا. طيب نسألك عن أجواء العيد لهذا العام كيف تلاحظه؟ والله أجواء العيد الحمد لله في خير ونعم، الناس يعني في خير وعلى الله يعني ما الصحيح الناس يعني في حالة يعني يرثى لها، ولكن هذا يعني إيش من يعني بأسباب أنفسنا ما شو بسبب أحد. خلاص. الله. كيف أنت؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ أسعد. كيف العيد؟ مليح. كيف مليح؟ ها؟ حالي. حالي. طيب قرحت اليوم؟ ها؟ كم قرحت؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك علينا وعليك. كل سنة وانت طيب. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم وحاج وحري. حاج وحري. لا حري. الناس دور زواجه. ما كانش الزواج. طيب كيف أجواء العيد لهذا العام عندك؟ الأجواء العيد ضابحة كادحة ما بشوي على الصفر بالصفر. بالصفر. طيب ايش السبب؟ السبب يا أخي صاحية والأزمة والحروبات والكثر الحروبات. طيب بس تروح تشتغل عند هذا أم عند هذا أو الشغل يعني تماما؟ الشغل تماما يعني أكثر دين عند الرعية يعني ما بالسيولة ما بالزلط معهم حراس. يعني أصبحت تشتغل عند الرعية في هذه الأيام كدين يعني عنده؟ دين نصبحنا يعني نشتغل دين بسبب الصاحية بسبب. وإذا أعطاك إياها يعطيك بالتقسيط أو دفعة واحدة؟ يعطيني إلا كما تديله والله. يعني إذا يعطيك دفعة واحدة أم على 1000 على 2000؟ يعطيني على 1000 على بالتقسيط يعني كما هو معود رجم لي بكم مدي الله. مدي الله. كيف أنت؟ صاروخ هذا مع السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعيد مبارك. علينا وعليكم. وكل سنة وانت طيب. السلام طيب. حاج ولا حريو؟ ولا الآخرين. طيب كيف تشوف أجواء العيد لهذا العام؟ إن شاء الله بإذن الله. عيد مليح. عيدنا سالم من غانمي. إن شاء الله. طيب وكيف تشوف تقارن قارن في هذه الأيام وهذه الأيام، إيش الفرق؟ يدي الله العبار بس. احنا دحين في قراش جهال. يعني المطر هو أكبر الهم. أكبر أهم هو الأصل العمدة. طيب والهم الثاني؟ ها؟ والهم الثاني؟ والثاني كل حاجة يجي كل شيء كما قد رب العالمين عبار يشطق الدنيا صابرت. طيب أنا أشوف حتى أنا وغيري والشباب الآخرين يقولون إن فرحة العيد هذه الأيام ماشي فرحة عن كان سابقا. ماش العيد هذا فرحة إنه حين ما بش الأمطار. ما بش الأمطار. الأمطار ما بش. ولا حصلت الأمطار تنعش النفوس صح؟ تلقى الوجه شهرين إن بلا مطر. سيعين الله إن شاء الله ربك يجيب المطر. بإذن الله نشاهد كل حاجة. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي العزيز؟ الحمد لله. وعيد مبارك كل سنة وانت طيب. الجميع. طيب احنا الحين في عيد عرفة؟ ايوه. كيف العيد ايام زمان؟ عيد مدهور لا زبون ولا اثنين ما بلا جهال، زلقوا الموز زلقوا الخيار زلقوا التفاح. انا والجهال مضربه لا زلط ولا دقل. يلا سابر يعني كم تبيع باليوم؟ كم تبيع؟ ربع احيانا 2 كيلو، ربع احيانا ما بش يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شره. طيب يا غالي اليوم هذا هو عيد، كم بعت اليوم يعني بعته؟ عاد احنا لا ذحن ولا ارياء، عاد احنا مضربه احنا والجهه. طيب يا غالي هذا الحبل ليش عملت هذا الحبل؟ هذا عملناه عشان الجهال زلقوا لنا الطماط والتفاح والمثل هم مضربه. يعني عملت هذا الحبل من شان الجهال. عشان الجهال كودن شاقي تبع الجهال مضربه. كمل الجهال كملوه عليك ما كملوهن. يا رجال احنا الان في محمية عتمة في منطقة شرم السافل في بلاد الأخ صلاح معوضة، ونكون يعني احنا في أجواء عيدية في محمية عتمة. ونزلت عند الأخ صلاح وقلت قررت أدي له فنتو تصير فنتو. هذه قوية والله كنت حاسب انه من جد. شراب ايش باقي شراب فاضي. هكذا كانت رحلتنا في أجواء العيدية لهذا العام 2024 في الشرم السافل. لقد شاهدنا معاناة بعض المواطنين، في منهم فارح في العيد وفي منهم يقول الحمد لله بالعيد وفي منهم يعني وكل شخص له رأي عن العيد هذا. كذلك معنا المصور الأخ عبد العليم السالمي كان معنا لهذا اليوم. وكما تلاحظون نحن في مراء الناس يعني تشوفك تصور تقول ايش هذه الهبالة، ايش هذه، يعني لا يعرفون ماذا تفعل ولا يعرفون ماذا تسوى. وهكذا كان وضعنا في السوق، من هذا يضحك وهذا يتمسخر وهذا، ولكن بفضل الأخ عبد العليم شجعنا في هذه فوق راسي كذلك شجعنا في هذه المقابلة أن نفعلها لهذا اليوم. ونلقاكم على خير. الآن ندخل كلنا جعلة العيد ونجلس شوية. أعطرك من عطر الأخ شيخ العطور عبد الله معوضة، وكذلك شيخ العطور. هذه هدية من الأخ عبد الله معوضة شيخ العطور، أهداني إياها في سوق جرعان. في سوق جرعان. الله تشجع عطرك يعني سبحان الله وضع تمام وكويس. سلام عطر المجاهدين ضروري. أيوة عيد. كان معكم الأخ عبد العليم السالمي والأخ صلاح الدين معوضة. إن شاء الله اللي يوصلكم كل جديد إن شاء الله بإذن الله. لا تنسى ضغط لايك والاشتراك في القناة عشان نستمر بتنزيل المزيد إن شاء الله. تشجيعكم يدعمنا ويشجعنا لنستمر بالمزيد إن شاء الله. في أمان الله.